السلام عليكم الاخوات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ الاخوات بغيت ندير معكم واحد الكيكه اللي ها نتوما شوفوا كيف كتجي، وما فيهاش المقادير بزاف. فيها غير 3 البيضات فقط، ما فيها لا دانو لا حتى حاجه. المهم باش ما غاديش نطول عليكم، غادي نقول لكم غادي تدخلوا معايا للكوزينه وتشوفوها معايا كيف دايره. ها نتوما غير 3 البيضات والمقادير اللي كاينين في الكوزينه صافي، وما فيهاش دانون. بلاتي نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها كيف جات، كتجي رائعه. المهم الاخوات ها نتوما، هاني تنقطع معكم، شوفوا كيف كتجي، شوفوا كيف كتجي بحال ديال المحلات. صراحه كتجي رائعه على مزينتها. يلاه معايا دخلوا معايا الكوزينه باش تشوفوا المقادير ديالها. المهم الاخوات على بركه الله غادي نبدا معكم في المقادير دابا. اول حاجه غادي ندير واحد القبيصه ديال الملح، ها هي. غادي نبقى ندير في المقادير وانا كنقول لكم في نفس الوقت. عندي هنا واحد 3 البيضات، يعني بحجم يعني ما كبير بزاف ما صغير، متوسط. ها هما 3 البيضات. غندير هاد 3 البيضات هما الاولين. وعندي هنا هاد الكاس ديال السنيده حتى هو عامر، ها هو صافي. ودابا غادي نضرب هادو بالباطور، يعني باش ما بغيتو تضربوهم، يعني الا ما عندكمش غادي تضربوا غير بالطراب، يعني بحال هكذا ضربوا به مزيان. المهم انا غادي نضرب هذا باش يسهل عليا، نضربهم مزيان وغادي نتلاقى معكم. يعني انا الاخوات وقفت حتى ضربت يعني البيض مزيان مع السنيده، داك الكاس السنيده مع 3 البيضات. المهم هكا خصو يكون هكا، خصو يكون يجيكم بحال هذا الشكل هذا، يعني تضربوه مزيان، يعني الطراب مزيان على هذا الشكل. دابا غادي نضيف هذا الكاس ديال ما عامرش، الكاس ديال الزيت، دفعه واحده، ما كاينش غرام المشكل، يعني غير نديروا دفعه واحده ونعاود نضرب عاوتاني دابا وعاد نتلاقى معكم شويه. الكاس دائما عندنا كاس العنبه، هذا هو يعني كما قلت لكم كاس الزيت، راه غير تنقطع عليكم حتى تنضرب، ما تبغيش يعني هذا الصوت ديالو تيكون مجهد. دابا غادي نضيف يعني كاس ديال الحليب حتى هو ديال العنبه ما عامرش، ها هو غادي نضيفو دفعه واحده ونعاود نضرب عاوتاني واحد شويه. هذا هو السر ديال الكيكه باش كتجينا طالعه وكتجي زوينه. المهم غنعاود نضرب لحد حتى نضرب ونتلاقى معكم. هاد الخماره بيضاء كان عليا نديرها من الاول ونسيتها، ولكن ماشي مشكل، يعني هي راه غير هذا، غير يعني تعطي المذاق وكتحيد الزفوريه ديال البيض وداكشي. هاني درتها دابا، وغادي نضيف دابا واحد 2 معالق ديال الكوك. الكوك يكون نوعيه جيده، شوفوا الكوك كيف داير، داك الكوك الميدم، غير 2 معالق عطاوني هاد الشيء ها هو. وغادي نضيف واحد 2 معالق، واحد الملعقه ديال الخل، ها هي ملعقه، يعني ملعقه كبيره ولا 2 معالق صغار. وغادي نتلاقى معكم دابا الاخوات. انا صافي حيت الطراب الكهربائي، يعني غادي ندير غير بالطراب العادي. يعني دابا الدقيق ما تنديروش بالطراب الكهربائي، لحقاش يعني كيجيب الكيكه بحال دغيا كتكمش، ما كتجيش زوينه الا درتيها بالدقيق. ديما كنديرو غير بالطراب العادي الدقيق. غادي ندير كما قلت لكم الدقيق عندي هنا 2 كيسان ونصف. انا غندير الكاس الاول ها هو، ونبقى حتى نخلط. راه كلشي كيعرف يخلط كيكه. هادو هما المقادير اللي كاينين، ما كاينش شي مقادير يعني اللي كثار. وكتجي الكيكه، شفتوها كي كتجي طالعه وزوينه. اول كاس الثاني دفعه واحده الزربه، يعني صراحه كيكه اللي كتوجد في دقائق يعني معدوده، بواحد المقادير اللي متواجده في كل بيت. صافي غادي نزيد نص كاس الثاني دابا، نص كاس. دابا درت 2 كيسان، ولكن غادي نزيد نص كاس حيت الخليط باقي داير ما شادش في راسو. هو نص كاس اللي قلت لكم، نص كاس باش تعمر صافي. وانا مازال ما ضربتش مزيان، غادي نزيد الخمارات الحمرين. عندي 2 خمارات حمرين، نزيدهم حتى الاخر حتى. وهذاك الخل راه واخا قلت لكم غادي نديرو، راه ما درتوش يعني حتى الاخر، يعني قلت لكم حتى الخل حتى هو. الخل كيعطيها البنات واحد الهشاشه، وفاش كتلاقى سبحان الله العظيم، فاش كتلاقى مع هذا الكوك وهذا الخل وهذا، كتجي واحد الكيكه اللي رائعه شكلا يعني ومذاقا وكل شيء.
هانتوما الخليط خصو يكون لكم على هذا الشكل هكا باش ما تهبط لكمش الكيكه. كنهضروا مع المبتدئات تيكونوا يعني بعض المرات كيكات ما تتصدق ليهمش. المهم غندير الملعقه ديال الخل، ها هي ملعقه واحده كبيره او جوج ملاعق صغار. صافي كنضربها غير هكا، وحيت مطربه مزيان يعني راه وصافي. الاخوات دابا جبت المول ديالي، المول ها هو بهذا الحجم هكا. صافي غادي ندير فيه الكيكه. الكيكه خصني نهزها الفوق باش تتهوى هكذا. هذا هو عاوتاني يعني هادو من ضمن الاسرار ديال الكيك باش كتصدق معكم الكيكه وكتجي طالعه ومهويه وداخل فيها الهواء مزيان بحال هكذا. صافي غادي نبقى حتى ندير هادشي. درجه الحراره ديال الفران يعني 170 هكاك. فران يعني ديال الضو، ولا ما عندكش فران ديال الضو راه كتشعلي الفران ديال الفوق حتى سخن مزيان وكتنقصي عليه وكتخليها طيب من الفوق مزيان وكتهبطها لتحت كتحمر. وضروري فاش كديروا الكيكه يعني فاش كديروها في المول كتحاولوا تضربوها بحال هكا باش دوك الفقاعات ما تيبقاوش فيها، وكتاخذ الحجم ديال المول ديالها. صافي دابا غادي نديرها في الفرن ونتلاقى معكم. والمهم الاخوات الكيكه بعد ما طابت ليا ها هي، شوفوا كي كتجي هانتوما. دابا عاد غادي نحيدها من المول ديالها. وهانتوما الاخوات كانت هذه هي الكيكه ديالنا بعد ما يعني طابت، خليتها حتى بردات، دهنتها بالكونفيتير ودرت ليها الكوك. وها هي كيف كتشوفوا تتجي رائعه وكتحمر الوجه الصراحه. ونتمنى لكم اللي باقا كتفرج معايا كتشوف الفيديو، نتمنى الاخت الكريمه ما تنسيليش اللايك، الله يسر الامور. ولا ما كنتيش مشتركه اشتركي معنا في القناه باش هكا الا كان الجديد يوصلك ان شاء الله. يلا في امان الله وحفظه.